وقعة المرج. تفاصيل جديدة هنشوفها مع بعض. الواقعة تفصيلا حصلت يوم الكريسماس، بس في تفصيل جديدة كل يوم بنكتشفها. العريس اللي توفى اللي اسمه أحمد ومات ومعاه سره، محدش كان يعرف ايه السبب اللي خلى العروسة عندها 22 سنة وحامل في ال3 شهور تقتله بدون سبب. ومحدش عارف ايه اللي حصل خلاها تاخد قرار ان هي تعمل حاجة زي ديت وهي حامل. تفاصيل هنشوفها مع بعض، بس في الأول صلوا على النبي. نهاية السنة 2025 ما كانتش نهاية عادية تعدى علينا، إلا إن هي عدت على بيت أخدت منهم أعز ما ليهم. أخدت أخوهم أحمد. أحمد أخ على 5 بنات، أهله متوفيين وسايبينه وهو عمره 15 سنة. كان في مدرسة صنايع. كانت أخته اللي بتصرف عليه أخته شيماء. وكان أول ما لقاها إن الدنيا صعبت عليها وإن هي بتشتغل وبتصرف على بناتها وعلى أولادها، فقرر إن هو يعتزل، إن هي تبطل تصرف عليه، وقرر إن هو ينزل يشتغل ويعتمد على نفسه ويساعدها في مصاريف عيالها. وقال إن هو كفاية عليه كده إن هي تشيل حمل فوق طاقتها. واللي عمله إن هو أخد قرار ينزل يشتغل وهو عمره 15 سنة. وكانت شغلانته في التوقيت ده إن هو يشتغل على توك توك، أسرع حاجة يعني إن هو وبسيطة كده إن هو يقدر يجيب منها رزق ويساعد أخته ويصرف على مصاريفه. وهو في يوم كان بيوصل جارته وهي رايحة البلد عند أهلها. هي بتروح مرة واحدة كل أسبوع، وهو بيوصلها في المرة ديت لمح البنت اللي اسمها هبة. وهو بينزل جارته من التوك توك لقاها خارجة من البيت اللي قدامها، فقال لها مين البنت ديت وسألها عن تفاصيلها. قالت له اسمها هبة، فبيسألها عن أخبارها. قالت له معرفش عنها أي حاجة ومليش اختلاط بأهلها، لأن أنا متجوزة من 10 سنين، والبنت حوالي كان عمرها ساعتها في التوقيت ده ممكن يكون 10 من 15 سنة. فقال لها خلاص اسألي لي عن تفاصيلها. وهو راجع ياخدها بالليل سألها عن تفاصيل البنت، وبعدها رجع البيت وقرر ان هو يقول لأخته. قال لها انا عايزة اتجوز وان انا شفت بنت وعجباني. اخته رحبت بالموضوع تماما وقالت له مادام شفت البنت وعجباك فخلاص مفيش مشكلة، عندك شقة باباك فوق، تعالى نتقدم لها. وفعلا راحوا اتقدموا لها وخطبها، والموضوع كان تمام جدا مفيش اي مشكلة. الا ان هي كانت بتزن عليه في المصاريف، يعني بمعنى اصح كانت جشعة، عايزة كل حاجة غالية، عايزة كل حاجة تكون زي ما هي عايزة، يعني ما كانتش بتراعي تفاصيله او بتراعي ظروفه المادية. طبعا ما كانش في حد بيجهزه، ما كانش في حد بيجيب له دهب، ما كانش في حد بيساعده تماما. فاخد شقة باباه فورها تماما، بدأ ان هو يجدد كل حاجة فيها من كهرباء لسباكة لعفش لكل حاجة، وجهز الشقة تمام. وبعد كده هو كان عنده ضغط من الاتجاه التاني، كان في خلاف ما بينهم بسيط في الخطوبة، ان هي عايزة كوافير غالي، عايزة فستان غالي زيها زي اي عروسة بتحلم باليوم ده. وهو قدرها في اليوم ده جدا، وبدأ ان هو يستلف فلوس كتير جدا عشان يجيب العفش، وكمان علشان يتجوزها ويجيب لها الكوافير والفستان اللي هي عايزاه. واليوم تم طبيعي جدا وكانوا مبسوطين. والفيديوهات اللي اتعرضت على الميديا بتأكد قد ايه ان هي ما كانتش مغصوبة على الجوازة، وان هي كانت فرحانة جدا ومبسوطة جدا بكل التفاصيل اللي كانت بتحصل يوم فرحها. والفرح تم والدنيا كانت حلوة وما كانش حد يعرف عنهم اي حاجة. وهو ما كانش شكاي، ما كانش بينزل يقول لاخته ده حصل منها وعملت وسوت، ما كانش بيشتكي لحد. الا ان اخته شيماء عرفت عن اول خناقة، لان كان يوميها بعد 15 يوم من الجواز، وكان اول طلقة ليها. حرفيا اتطلقت لانها ضربته بالجزمة. الجزمة بتاعت فرحه كان سايبها جنب الباب. معروف ان الزوج بيقلع والعروسة بتشيل او المدام بتشيل، معروفة حاجة زي دي. الا ان هي ما كانش عاجبها حاجة زي دي. مجرد ان هي قالت له بعد 15 يوم من فرحها جزمة الفرح دي مش هتتشال، قال لها ايه يعني ما تشيليها. قال لها كلمة وسابها ونزل عشان اخته كانت تعبانة وكان رايح الصيدلية يجيب لها علاج. وما عجبهاش الكلمة اللي هو قالها لها شيلي انتي الجزمة عينيها. ده قالته بالجزمة على السلم، يعني هو نازل يا دوبا اداها ظهره حدفته بالجزمة. فهو اتفاجئ من الحركة، قام راح طالع وقاعد على الكرسي وقال لها خلصتي. كلمة منه على كلمة منهم اتخانقوا مع بعض، وبعد ان هو يطلقها رمى عليها الطلاق. وكانت اول طلقة ان هي تحصل لها بعد 15 يوم من جوازها. فاخته سمعت الخناقه فطلعت وبدات ان هي تهدي الموضوع، واخدتهم وراحوا الشيخ وقال لهم الطلقه ما تتحسبش، او ان هي تتحسب بس تعتبر طلقه اولى. بعدها كملوا مع بعض، ومحدش يعرف عنهم اي حاجه تماما، غير ان هي كل شويه تتلكك وعايزه تروح عند اهلها، ومحدش عارف ايه سبب ان هي كل شويه تروح هناك.
وقالت أخته شيماء إن هي في يوم كانت سهرانة معاها لحد الساعة 12 بالليل، وتاني يوم الصبح اتفاجئت إن هي سابت البيت. ولما جت تكلم أخوها قال لها أنا ما عملتش أي حاجة، أنا اتفاجئت إن هي بتصحيني وبتقولي عايزة أروح عند أمي. آخر خناقة ليها غابت 3 شهور، وبعدها رجعت بالجريمة اللي هي عملتها. على طول اكتشفوا إن اليوم الواقع اللي هو آخر يوم في سنة 2025، اكتشفوا إن هي قفلت الشهر الثالث في الحمل. وأخته قالت حرفيا للمحامي، قالت له بما إنها طلعت مش كويسة للدرجة دي، وإن هي كانت بتدبر له في مكيدة، إحنا ما نعترفش باللي في بطنها، ويمكن إن هو يكون مش ابن أخويا، بسبب إن هي غابت 3 شهور وبعدها رجعت وقالت أنا حامل. المشكلة بقى إن يوم الواقعة بعد ما قتلته كانت مدبره له المكيدة دي. يوميها هو كان عنده فرح صاحبه، وكان بقى من الصبح، واتصلت بيه وقالت له تعالى يا احمد انا عايزاك. وهو ما كدبش خبر وقال لها انا كده كده جاي دلوقتي علشان البس بدله الفرح وانزل اقف مع صاحبي واحضر فرحه. وهو على طول اول ما جه حط موبايله على الشاحن ودخل الحمام. واول ما خرج من الحمام كانت هي واقفه في المطبخ، وعلى طول ضربته بالسكينه. وبعديها على طول سابته 5 دقايق لحد ما صفى دمه وروحه سلم الامانه للي خلقه. وبدات ان هي تنادي على شيماء وقالت لها تعالي بسرعة شوفي أخوكي خرج من الحمام، وقع على وشه وما بينطقش من ساعتها، وما كانش عارفين إيه السبب. فبدأت أخته تطلع تجري بسرعة، ولقت إن أخوها واقع على بطنه، وأول ما حركته بدأ إن فيه زي نافورة دم نطرت في وشها. كانت قبلها بعد التحقيقات معاها اكتشفوا ان هي كانت قتلاه، ومسحت الدم وخدت السكينة اللي قتلته بيها وغسلتها وظبطت الدنيا تماما. بس لسه مش عارفين لحد دلوقتي ايه سبب ان هي تقتله. وكمان اخته قالت ان هي يوم ما ندهت علينا انا كنت قاعده بفوق في اخويا وفاكراه عادي وقع واتخبط في دماغه لان دماغه كانت بتنزف، بس برضو مع التحقيقات اكتشفوا ان هي ضرباه بآلة حاده على دماغه. بالاضافه ان هي قالت ان هي شدتني علشان اقف في الشباك واصوت وانادي لاي حد يجي يساعدنا، وفعلا ده اللي انا عملته. سبتها واقفه في البلكونه ودخلت اشوف اخويا، كانت الناس طلعت لنا واخدناه ونزلنا بيه على التوك توك وقعدنا ندور على المفتاح، وهي وقفت في البلكونه بتتكلم في التليفون، وحد من الجيران سمعها وهي عماله بتكلم حد في التليفون وتقول لهم ده احمد جاي من بره متعور. المهم ان الجيران قعدوا يقولوا لها سيبي التليفون وادخلي دوري على مفتاح التوك توك. بدات ان هي تزعق فيهم وتقول انا مالي، وبعديها قالت لهم انا اجيب لكم مفتاح التوك توك ده منين. مع العلم ان ريهام سعيد لما دخلت البيت لقت ان مفتاح التوك توك متعلق على علقت المفاتيح اللي جنب باب الشقه، يعني هي لو كانت عايزه تجيبه كانت جابته، بس هي خافت لهو يطلع فيه الروح وهم يلحقوه وبعديها يعترف عليها. فبدأت ان هي اثناء ما سألوها ايه ضربة السكينة اللي فيه، قالت ان هو وقع على بطنه وهو خارج من الحمام والسكينة دخلت فيه، مع العلم ان الخبطة بيقولوا ان هي في ظهره. لحد دلوقتي في تفاصيل كتير مش مفهومة. اخواته طلعوا وقالوا اللي عارفينه، بس هم قالوا ان هم ما كانوش بيتدخلوا في حياته فمش عارفين التفاصيل قوي. يعني بمعنى اصح احمد مات ومعاه سره، مع العلم ان احنا لسه مخلصناش من واقعة المنوفية، العريس اللي قتل عروسته بعد 4 شهور من جوازها وهي اصلا كانت حامل برضه في طفل 4 شهور. ايه التفاصيل اللي بتحصل غريبة حوالينا محدش عارف. جرايم القتل كترت وأغلبهم بيبقوا عرايس، يعرس قتل عروسته وعروسة قتلت عريسها. بجد حسبي الله ونعم الوكيل. اخواته بيطلبوا بأقصى عقوبة واللي هي القصاص. طبعا أنا أضم صوتي ليها، وإن أي حد يعمل أي جريمة قتل يبقى عارف إن هو نهايته الإعدام. وصلنا نهاية الفيديو، أشوفكم في فيديو جديد، في أمان الله، مع السلامة.